يعني أهم الزيارات التي قمنا بها هي بروكسل، حيث التقينا مع مندوبين كثر من الدول الأوروبية. وأقيم هناك يعني لقاء خاص من أجل دعم والوقوف إلى جانب منطقة شمال وشرق سوريا. حضره عديد من ممثلين السياسات في أوروبا وفي كثير من المناطق، وهذا واحد من النشاطات التي كانت تتحدث عن العدوان التركي وآثاره. إضافة لذلك التقينا ببرلمانيين موجودين حكما هم في بروكسل ويمثلون الدول الأوروبية، والتقينا ببعض ممثلي يعني قيادات أوروبية هناك. التقينا في الدنمارك بوزير الخارجية، في الفاتيكان بوزير الخارجية، وفي مصر أيضا بوزير الخارجية. نحن في السابق لم نكن نلتقي بوزراء خارجية، كون أن هذه المنطقة ليست معترفة يعني وموجودة بفاعلية معينة. كان النشاط يجري مع الذين يحاولون أن يتفهموا وضع المنطقة وتطورات الأحداث وإلى أين نحن ذاهبون، ولا نلتقي في مؤسسات رسمية، لأنهم ربما لسبب أو لآخر كانوا يتمنعوا عن استقبالنا في مؤسسة رسمية كوزارة أو كبرلمان. نحن الآن في أقوى حالاتنا في هذه المسألة، وهم الذين يطلبون ويدعون جزءا أو أحدا منا لنحضر في هذه الأمور. نحن نتحدث عن رب ضارة نافعة، نتمنى أن يكون لا ضرر وأن يكون هناك انتفاع، لكن العدوان التركي على مناطقنا أعطانا جرعة من الدبلوماسية، واستطعنا أن نعطي رأينا وصورة الحل ومستقبل البلد وكيف نعالج الأمور التي هي موجودة مباشرة مع القوى الفاعلة في كثير من الدول. يعني ممثلين من مناطق الإدارة الذاتية يعني تم دعوتهم للمشاركة في أكثر من لقاء في الإمارات، في السعودية، في مصر وفي الأردن. وهذه اللقاءات كانت لشرح وقائع المنطقة وأهدافنا وتصوراتنا وإجابة على أسئلتهم حول أبناء المنطقة، والجميع يسأل، العربي يسأل عن العربي والآخر يسأل عن المكونات الأخرى، وبالتالي كانت هناك إجابات واضحة عن المشروع المشترك الذي نحن نقيمه في هذه المنطقة. لكن أهم الزيارات كانت لدينا هي زيارة مصر العربية، وهي بدعوة من وزارة الخارجية المصرية، وقد شاركنا على الأقل في يعني توصيل صورة لمؤتمر وزراء الخارجية الذي اجتمع من أجل مواجهة العدوان التركي على الأراضي السورية. ونحن كسوريين نقلنا همومنا السورية وهموم الشعب السوري، وبالتالي لاقت إيجابا وقبولا وأعطت نتائج لهذا المؤتمر لوزراء الخارجية، وأعطت بيانا إيجابيا نقول هو بداية إعادة توحيد المنظومة العربية من خلال هذا المشروع ومواجهة العدوان التركي. ومصر رائدة وهي الدولة الكبيرة تستطيع أن تجمع العرب، وبالتالي نحن سنفكر بل نحن نفكر بالاعتماد على دور مصر لاحقا، وكيف يمكن أن نتعاون مع الأخوة المصريين لأجل أن يكونوا مساهمين في الحل السياسي السوري وأن يدعموا الحل التفاوضي الحقيقي الذي يعطي نتائج. اللحظة الأولى كان هناك تنديد من 28 دولة أوروبية في بيان مشترك، هذا كان والجميع مستاء مما تصرف. لكن المشكلة هنا دولة لها تأثير على الداخل الأوروبي، وبالتالي كان هناك تخفيض في مستوى المواجهة، فقط معنا يتحدثون عن سلبية هذا العمل وآثاره السلبية عليهم وعلى المنطقة وعلى المستقبل، ومتفاعلون ومعنا في مسألة النازحين، في مسألة إمكانية يعني دعم المنطقة من نتائج هذا الهجوم التركي والاعتداء التركي، وأيضا من خلال إدانة المرتزقة الذين يعملون وتصنيفهم الآن تصنيف حقيقي من خلال ارتكاباتهم جرائم حرب، وبالتالي كثير من المواجهات والحوارات حول
هذه النقطة، لأن هؤلاء لم يعودوا سوريين، وإنما هم مرتزقة أتراك يقاتلون ويمثلون نفس الجرائم التي كانت تقوم بها داعش، بل إن منهم، وهذا ما قدمناه، أسماء وصور لدواعش كانوا يقاتلون هنا وأصبحوا هناك. بالتأكيد هي مواجهة العدوان التركي، هذا أول موضوع، وكيفية معالجته، وكيف يمكن أن نحصل المنطقة من آثاره وتداعياته. هذا دائما كان هو محور أساسي. لكن تعلم أن في أوروبا هناك محور آخر، هو نتائج ما بعد داعش، وكيف يمكن أن نعالج مسألة المحتجزين من الدواعش، وكيف نعالج مسألة الأطفال والنساء خاصة من الأبناء الأوروبيين. هذا أمر كان فيه تفصيلات كثيرة وفيه حديث وفيه تصورات كيف يمكن أن تحل هذه المسألة، وكيف يمكن أن تقام محكمة فردية لدول معينة، تبدأ دولة ثم دولة ثم دولة، أو محكمة عامة لكل الأوروبيين. هذا أكثر من سيناريو يوجد، وربما بعض الدول ستقيم محكمة لأبنائها بشكل خاص، وكل الضمانات التي تقيم محاكمة عادلة، لأن هؤلاء ارتكبوا آثاما وجرائم على أرض سوريا ويجب أن يحاكموا على الأرض السورية. تم مناقشة أكثر من سيناريو حول هذه الأمور، والحقيقة عندما يخرج واحد من داعش ليس عليه مدعي هناك في بلادهم سيخرج من المحكمة بريئا، لكن هنا يوجد المدعي ويوجد الشهود ويوجد الأفعال يعني مسجلة، وهناك تحقيقات كثيرة وفي اعترافات، فإذا أصبح إمكانية عقد المحكمة في هذه الأرض هنا، لكن إمكانية إقامة المحكمة في أوروبا طرحت في أكثر من جهة، وأعتقد أن الأوروبيين هم الذين لا يريدون إقامة محكمة هناك لأنهم يعرفون نتائج ذلك. إضافة إلى أننا نحن نصر على أن نحاكم المجرمين في مناطق إجرامهم، وهذا ما يجب أن يحصل. هناك محاولة لنقل المحكمة أو نقل محاكمتهم إلى بلاد قريبة مثل العراق، ولكنها مكلفة جدا بحسب مطالب العراقيين بمليارات الدولارات، بينما محاكمتهم على الأرض هنا لا تتطلب إلا إذا أرادوا أن يرسلوا محامين عنهم من بلادهم، والقانون هنا هو الذي يحكم ويتحاكموا إليه، ويمكن أن يكون هناك إجراءات للتحاكم في هذه المنطقة يتم الاتفاق عليها. أكثر من سيناريو لم يتم هناك اتفاق، ولكن هناك كثير من الدراسات حول إمكانية ذلك. في كل لقاءاتنا كنا نطالب بإشراكنا في الحل السياسي. الفيتو التركي أصبح أضعف الآن، لأن خصوم تركيا أصبحوا كثر، منهم أوروبيون ومنهم من الدول العربية، ولذلك دورنا نحن الآن فاعل في أي مشاركة لاحقة، وهذا ما نطالب ونسعى إليه، ونحن نخط له المسار المناسب لنكون متواجدين فيه باللحظة المناسبة. ما تم يعني تنفيذه في السابق هذا لم نكن موجودين فيه، لا في اللجنة الدستورية ولا في هيئة التفاوض ولا في جنيف ولا في أستانا ولا في غيرها. الآن أي مسار يخطط له من أجل مواجهة الاستحقاقات التالية سنكون جزءا منه وفاعلين فيه. سوريا وبالأخص مناطق الشرق. تعلم أن الدول تقيم حساباتها بناء على ما تسمعه، وكانت تسمع رأيا آخر مخالفا. الآن تسمع منا مباشرة عن هذه التركيبة، هذا النوع. نحن متهمون عندما نلتقي معهم أنتم انفصاليون، عندما نخرج أنتم وطنيون سوريون، وبالتالي فإذا تغيير الصورة هذا مهم جدا ليرسموا سياسات بناء على ذلك. نحن كنا مستبعدين لأن الطرف الآخر السوري الذي يلتقي مع هذه الدول كان يعطي صورة سلبية جدا عن هذا المشروع. نحن نشرح المشروع فيجدون فيه حلا لسوريا، وبالتالي سيقيمون أيضا سياساتهم على هذا المشروع كيف يمكن تطويره. وأعتقد لاحقا نحن سنعمل في أكثر من فعالية سياسية نتواجد فيها، وسيكون هناك مشاركة. كثير من المعارضين السوريين سيراجعون أنفسهم ويشاركون في مشروعنا، وكثير من الدول التي وقفت يعني حيادية وبعيدة عنا ستحمل هذا المشروع وتواجه به الحل السياسي معنا. فبالتالي علينا نحن أن نقتحم هذه الساحة وأن نتقدم برؤانا ونطلب اللقاءات
إن لم يطلبوها هم، وهم في حالات الآن نحن بين أيدينا، لدينا دعوات ستتحقق في الفترة اللاحقة إن شاء الله.